السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو ديال اليوم، بغيت نقول للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالي ما تنساونيش بابوني، بتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، بجيم، كومونتير. كيف كتشوفوا معايا في الصوره ديال اليوم، غادي نهضر لكم على الكريم والصيغه نتاع اونتي بيغمون. هاد الكريم اللي شفت انه كيهضروا عليه بزاف وانه كياخذوه بزاف، وقلت نشارك المعلومات ديالو معاكم. البنات اللي ما عارفينش هاد الكريم لمن كيصلاح نتاع اوسيغان، انا غادي نقول لكم لمن كيصلاح. هذا البنات صالح البنات اللي عندهم تصبغات، النساء اللي عندهم الكلف بعد الولاده، بقى لهم الكلف، البنات اللي عندهم البقع ديال الشمس، اللي ما كنتوش كتستعملوا الواقي ديال الشمس ديالكم، ومع الشمس اللي كتعرضوا لها يوميا يولي بحال شكل بقع داكنه في البشره، كيولي بحال الكلف كيف كنقولوا. هذا البنات راه صالح البنات اللي عندهم تصبغات، اللي عندهم الكلف راه صالح ليكم. انا صراحه هذا ما مجرباهش شخصيا، ولكن شفت النتيجه ديالو على واحد السيده خداتو عندي دابا. هذا نقول لكم 3 ديال القراعي اللي دات، وصراحه النتيجه بانت في البشره ديالها زوينه. كان عندها تصبغات داكنه، تصبغات ديال الشمس، وعندها الكلف من بعد الولاده، وشفت النتيجه على البشره ديالها، وصراحه عجبتني النتيجه وقلت نشاركها معكم. البنات اللي كيعانيو من الكلف من التصبغات، هذا راه يمكن انكم تستعملوه. وحتى البنات اللي عندهم اثار ديال الحبوب، كيبقى لهم لي طاش ديال الحبوب، حتى هو راه يصالح ليكم. هذا يمكن لك ديريه بالليل، احسن ديريه بالليل، ديريه غير واحد الكميه قليله على البلايص اللي عندك فيهم تصبغات ولا عندك اثار ديال الحبوب، انك كديري شويه شويه على هذوك التصبغات، واحد الكميه قليله ما تكثريش منه. صراحه هو الثمن ديالو هنا في المغرب زايد شويه، ثمنه شويه طالع، ولكن عنده النتيجه صراحه شفتها. انا قلت علاش نشارك معكم هذه المعلومات اللي عرفت عليه، وبزاف الناس كيعانيوا من التصبغات وكيعانيوا من الكلف، وقلت نشارك معكم هذه المعلومات. كيف قلت لكم هنا الثمن ديالو شويه غالي هنا في المغرب. البنات اللي في اوروبا ولا اخرى عندكم الثمن شويه ناقص علينا، ثمنه صراحه تما زوين. منين ديريه، الطريقه ديال الاستعمال، غادي ديريه على بشره تكون نقيه، تكوني غاسله البشره ديالك، وديريه في الليل. في الصباح تنوضي تغسلي البشره ديالك بالجيل نيطوايو ديالك اللي كتستعملي، من بعد ديري الواقي ديال الشمس ديالك اللي كتستعمليه حتى هو، وتبقاي ديريه كل ليله على حسب نتيا والمشكل اللي عندك. الا عندك لي طاش بزاف في البشره ديالك ديريه كل ليله، بغيتي ديريه نهار ونهار لا حتى هو ماشي مشكل. النتيجه على المده اللي كتبان، ما غاديش نقول لكم انك غتبان لك على المره الاولى ولا الثانيه ولا الاسبوع الاول، كتبقى مع الاستمراريه في الاستعمال، وانتي كيبان لك الفرق الاسبوع الاول ولا الثاني، ولكن غالبا من الاسبوع الاول ما غاديش يبان لك. خاصك ضروري انك تستعمليه واحد المده، وغادي تبان لك النتيجه ان شاء الله. وكيف قلت لكم النتيجه كتبان على كل نوع ديال البشره، وكل وحده البشره ديالها. كاين اللي غتبان لها على الاسبوع الثاني، كاين اللي الاسبوع الثالث، على حسب كل وحده والتصبغات اللي عندها، وعلى حسب النوع البشره اللي عندها. انا شاركت معكم المعلومات اللي كنعرف على هذا الكريم والصيغه، وكتبقى التجربه ديال كل وحده هي اللي غادي تبين ليها. صراحه انا ما مجرباش باش غادي نقول لكم النتيجه ديالو ليا كيفاش بانت. انا غير شفت واحد الزبونه هي اللي بانت لها. كيف قلت لكم انا النتيجه شفتها على السيده، صراحه باين الفرق. وانتم عاوتاني كيبقى على حسب كل وحده والبشره ديالها، وكل وحده والبقع اللي عندها، يعني كيختلف داكشي من السيده للسيده. كاين اللي عندها داك البقع اللي داكين بزاف خاصهم الاستمراريه، وكاين اللي كيكون عندها داكشي اللي طاش خفاف دغيا انها غادي تبان لها النتيجه. نتوما على حسب البشره ديالكم وكيف دايره، استمروا في الاستعمال ديالو وغادي يبان لكم ان شاء الله الفرق. وديروه ضروري، كنأكد عليها ضروري انكم ديروا واقي ديال الشمس ديالكم في الصباح، ديروه يوميا واخا ما تكونيش خارجه.
ماشي بالضروري تقولي لا ما غاديش نشوف الشمس، ولا ديريه حتى في الدار، حتى مع الحراره ديال الطياب، وخصوصا دابا حنا بدا كيسخن الحال، ضروري انك ديريه. اكرو ديال الشمس ديالك ضروري، كنتي غادي ديري هاد الكريم ولا ما كنتيش غديريه، ضروري انك ديريه. نتمنى ان شاء الله تلقاو النتيجه على هاد الكريم. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من التصبغات تلقاو عليه النتيجه ان شاء الله. انا شاركت معكم التجربه ديال كليانه، وعلى حسب المعلومات اللي عندي، كنت تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. وصلنا نهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالي، ما تنساونيش بتفعيل الجرس، بابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد، جيم، كومونتير باش تحفزوني ان شاء الله، ونحط لكم اي حاجه كنكون شفتها على شي كليانه ولا عليا انا غنشاركها معكم بكل صدق. شكرا لكم، يلا بسلام عليكم.